طبعا بنبقى عايزين ناكل كشري حلو طعمه جميل ويكون النظافه بتاعته احنا واثقين فيها. فانا دلوقتي هعمل لكم كشري مضمون في البيت نظيف وامكانياته يعني سهله موجوده في كل بيت. غير كده كمان النظافه احنا واثقين فيها وسهل ومش هياخد اي وقت. خليكم معايا. انا دلوقتي حطيت الزيت وحطيت عليه الشعريه. اول ما تاخد لون هننزل بالرز. دلوقتي انا نزلت بالرز بعد ما الشعريه خدت لون، نزلت بالرز وهنشمعه بالزيت، وبعد كده هننزل بالعدس. دلوقتي انا نزلت بالعدس اهو، هنقلبه برضو تقليبه كده عشان يتشمع برضو بالزيت، وبعد كده هننزل بالمكرونه. انا دلوقتي حطيت المكرونه نوعين وهسيبها بس تاخد برضو تشميع زيهم، وبعد كده هقوم نازله بقى بالميه السخنه. حطيت الميه اهو، هو ازيد من المقدار اللي احنا بنحطه للرز العادي، يعني حاجه بسيطه عشان بس المكرونه والعدس هيشربوا ميه. وهنحط بقى الملح، سواء انتي بتحبي الملح قليل كتير مظبوط براحتك بقى، كل واحد يحط الملح اللي عايزه. ممكن تحطي شويه كمون عشان بس ايه العدس ما يعملش انتفاخات وكده. انا حطيت خلاص التوابل، هعلي النار واول ما يبدا يغلي كده هقوم قافله بقى مطيه عليهم وقافله الغطا بس، ونشوفه بعد ما يستوي بقى. نيجي بقى الاهم دقه في الكشري، هنحط حبه زيت صغننين خالص كده، وبعدين هننزل عليهم بالثوم. طبعا زودي توم ما يهمكيش. تمام، ندي للثوم كده ايه، عارفه اللي هو لمعه بسيطه كده مع الملح. نحط برضه حبه ملح حلوين، بعد كده هنحط حبه كمون حلوين برضو، بعد كده بقى هننزل بالخل. طبعا مش هيبقى خل بس، هنقلبهم بس تقليبه بسيطه، وبعد كده نحط الميه. تاني صوص بقى عندنا في نفس الحله، انا فضيتها وفي نفس الحله هنحط شطه وزيت تمام، شويه ملح مش كتير. هنسوي بقى الشطه دي في الزيت كويس، بعد كده هنحط شويه خل صغيرين، معلقه صلصه وبس. في نفس الحله برضو حطيت زيت وحطيت توم، هنزل بالصلصه. نزلت بالصلصه اهو، هحط بقى معلقه صلصه من اللي هي المعلبه، والتوابل بتاعتي، شويه خل، ادي كمون، ملح بس. نقلب ونسيبها بقى تتسبك، ونشوف اخر حاجه هنعملها. كده البصل بقى هنحطيه دقيق ونشا وشويه ملح، تغلفوه عشان بس يقرمش، تغلفوه تحطوه في زيت سخن.
ده شكل بقى الكشري بعد ما خلص. ادي الطماطم، الصلصه، ودي الدقه، ده الشطه، وده شكل البصل.